في الفيديو ده هنتكلم عن اوتوكاد تريكس، تريكات الاوتوكاد. تريكات هتخليك تشتغل في الاوتوكاد اسرع واسهل. ممكن تحمل ملف الاوتوكاد اللي انا هشتغل عليه دلوقتي من الرابط اللي موجود اسفل الفيديو، ArcText، وده من خلاله بقدر اخلي الكتابة تتكتب على ارك. هكتب الكوماند ArcText وهختار الارك وبحدد من هنا التكست هايت اللي هو مقاس الكتابة، ومن هنا بعد الكتابة من بداية الارك، ومن هنا بعد الكتابة من نهاية الارك، ومن هنا بعد الكتابة عن الارك نفسه. بس كده واوكي. الكوماند اللي بعده بلوك. لو انا عملت سكيل للرسمة، المشكلة اللي بتحصل ان الابعاد بتكبر معايا، عشان كده بستخدم البلوك. بحدد الشكل عندي وبكتب الكوماند بلوك وبسميه اي اسم، وبضغط على بيك بوينت وبختار النقطة اللي همسك منها البلوك وحركه منها يعني، وبضغط على اوكي. بس كده. لو جيت كبرت الرسمة الابعاد مش هتكبر معايا. لو حبيت افك البلوك وارجعه زي ما كان تاني، بكتب الامر اكسبلود. الكوماند اللي بعده اكسبلود. لو عايز افك جروب او بلوك بفكه من خلال الكوماند اكسبلود. حتى لو كان مستطيل وعملت له اكسبلود بيتحول الى خطوط. الكوماند اللي بعده تي كاونت. ده لو عندي الارقام مش مترتبة وعايز ارتبها، بحدد الارقام الاول وبكتب تي كاونت، وبختار الارقام دي هي في اتجاه الاكس ولا اتجاه الواي. انا عندي هنا في اتجاه الواي. الرقمين دول الاولاني بختار منه اول رقم في العد هيكون كام، والتاني بحدد منه الزيادة هتكون كام، يعني كل رقم هيزيد عن اللي قبله كام. أنا هكتب 1 و1، يعني أول رقم هيبقى 1 والرقم اللي بعده هيزيد عليه 1، يبقى 1 2 3، وبعدين overwrite عشان يستبدل لي الحالي. بس كده أهو 1 2 3. الكوماند اللي بعده overkill. لو أنا راسم خطوط فوق بعضها زي كده، ودي بتحصل كتير معانا، فبنحذف الخطوط الزيادة دي من خلال الكوماند overkill. بحدد الشكل كله وبكتب الكوماند overkill وبعلم على الاختيارات دي وبضغط على اوكي. شير الفيديو وما تسيبش المعلومة تقف عندك، وشاركني الثواب. دعمك ليا بلايك وسبسكرايب بيساعدني على الاستمرار. لو ليك اي كومنت سيبهولي في التعليقات تحت. اي ملحقات بستخدمها في الفيديو بسيبها لك في صندوق الوصف.